كيفاش تحولات الشاشة ديالك من مجرد أداة للتواصل لأعقد جهاز كيمارس عليك التنويم المغناطيسي؟ وشنو هو السر البرمجي الخفي اللي كيخليك كتشوف 10 الفيديوهات وانت كنتي ناوي تشوف غير فيديو واحد؟ كتدخل مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنك تشوف فيديو واحد في 5 دقائق، كتفاجأ بمرور ساعات كاملة وانت باقي كتفرج. هادشي ماشي صدفة وماشي غير حيت المحتوى زوين، الحقيقة أنك محطوط وسط منظومة تقنية مبنية بالكامل باش تغيب الوعي ديالك بالوقت. مواقع التواصل الاجتماعي عندها نظام ذكاء اصطناعي معقد كيحلل كل ثانية كتقضيها على التطبيق. خوارزمية ما كتشوفش غير شنو اللي كدير ليه إعجاب أو شنو كترسل للأصدقاء ديالك، بل كتقيس بالملي ثانية شحال وقفتي عند كل فيديو وشحال من مرة عاودتي تفرجتي. تقنيا هاد العملية كتم عبر نظام كيتسمى حلقة التغذية الراجعة المستمرة. تخيل معايا الخوارزمية بحال شي تقني واقف حداك، كل ما حركتي صبعك وعجبك محتوى معين كيقيس المقاسات ديال الاهتمام ديالك في الحين وكيقترح لك الفيديو الموالي بدقة أكبر باش يضمن أنك ما تخرج. ولكن التحليل بوحدو ما كافيش، هاد التطبيقات كتعتمد على جوج طرق في الديزاين ومأخوذة مباشرة من علم النفس السلوكي. أولا التمرير اللانهائي، التطبيقات حيدوا نقاط التوقف الطبيعية، بحال مثلا فاش كتقرا كتاب أو جريدة كتوصل النهاية ديال الصفحة وكتوقف. هادشي علاش هما لغاو النهاية كليا باش عقلك ما يلقاش ديك الفجوة فين يفكر باش يخرج. ثانيا المكافأة المتغيرة العشوائية، بعض المرات كيطيح فيديو عادي وبعض المرات كيطيح فيديو كيعجبك بزاف، وهذا عدم اليقين هو اللي كيفرز مادة الدوبامين في الدماغ ديالك وكيخليك تسحب مرة أخرى. وحتى في حالتي لا قدرتي تقاوم وتخرج من التطبيق، هاد الأنظمة كتوظف الإشعارات الذكية الموجهة. هاد الإشعارات ما كتوصلكش بشكل عشوائي، بل كتوصل في الوقت اللي التنبؤ الخوارزمي كيعرف باللي نسبة الاستجابة ديالك فيه مرتفعة. في العصر الرقمي الحالي المنتوج اللي كتشري وكيتضاعف الثمن ديالو ماشي هو التطبيق، بل هو الانتباه ديالك والوقت ديالك. والسيطرة على العقل ديالك ما كتتمش بالقوة بل بهندسة برمجية خفية كتلعب على الثغرات العصبية ديال الإنسان. والسؤال اللي كيبقى مطروح هو واش إتقان التكنولوجيا التأثير على السلوك ديالنا باقي مجرد أداة تسويقية، ولا تحول السيطرة كاملة على القرارات ديالنا اليومية؟ شاركونا الآراء ديالكم في التعاليق، وإلى اللقاء في فيديو قادم.